يا ابنتي العزيزة، أنا الملاك الموكل برسالتك منذ البداية، منذ أن كنت فكرة في عقل الخالق. لطالما همست لك في أحلامك، ووقفت إلى جوارك في الليالي التي شعرت فيها أن لا أحد يسمع أنينك. لم يكن غيابنا صمتا، بل صبرا حتى تصلي للحظة الاستقبال. والآن اللحظة قد جاءت. رسالة من السماء وصلت إليك، محمولة على نور لا يرى بالعين، لكنه يحس بالقلب. أمك روحها ما زالت تحيط بك، ترسل لك رسالة ملحة، وكأنها تصرخ: لقد وجدتك أخيرا. لم تكوني تائهة يا ابنتي، بل كنت في طريق الاكتشاف. والآن أزيح الحجاب عن الحقيقة. هناك من يعيش بقربك، لكنه لم يكن كما تظنين. كانت هناك خيانة صامتة، شيء أخفاه الجار، شيء ظن أنك لن تكتشفيه أبدا. لكن الروح تعرف، والقلب يشعر، والسماء لا تسكت عن الظلم طويلا. رأينا دموعك تكتم خلف الابتسامة، وسمعنا دعواتك التي لم يسمعها أحد غيرنا. وفي كل مرة قلت فيها أنا بخير، كانت روحك تصرخ طلبا للراحة. ولهذا جئت اليوم أملك رسالة من الملائكة تذكرك بمن أنت حقا. أنت لست فقط ابنة الأرض، بل أنت من نور، من طين ونار وماء، لكنك تحملين في داخلك رمادا من نجم بعيد. لهذا كثيرا ما شعرت بالغربة، وكأنك لا تنتمين لهذا العالم، وكأن لا أحد يفهمك. ولكني أفهمك. نحن نفهمك. كل مرة ناديت باسم من رحل، كنا نهمس في أذنك بأجوبة لم تفهميها حينها. والآن أيتها المختارة، هذه رسالة الملائكة لك بأنك لم تعيشي الألم عبثا. كل وجع كان يعيد تشكيل روحك. أمك، تلك التي عرفت قلبك قبل أن ينبض، ترقبك من السماء، تشاهد خطواتك، وتسهر بدعائها عليك. ولولا أن الأمر عاجل، ما تمزق الحجاب بيننا. لقد آن لك أن تعرفي الحقيقة، لقد تم العثور عليك في الزمن المقدر. يا ابنتي، لا تلتفتي للوراء كثيرا، فكل ما انكسر فيك نحن نعيد بناءه. لا تصدقي أن ما خفي عنك كان بسيطا. ما كان يخف كان يحرمك من نور تستحقينه. والآن النور يفتح أمامك، فلا تخشي السير نحوه. هذه رسالة من الملائكة اليوم، تحمل بين طياتها نبوءة لا تقرأ إلا بالقلب. ستظهر لك علامات، ربما في حلم، أو عبر شخص لا تعرفينه، أو في رقم يتكرر. لا تتجاهلي هذه الإشارات، فهي نحن نكلمك بلغة السماء. نعلم كم مررت بوحدة، بوجع الصمت، بانتظار من لا يعود. ولكن ما لم تعلنيه حتى لنفسك هو أنك خذلت من الأقربين، ممن ظننت أنهم أهلك وأمانك. وأنا هنا لأقول لك: لقد سمعنا. لقد سجلت في السماء كإحدى الأرواح الصامدة، والملائكة الآن تضعك تحت جناحها. وهذه رسالة الملائكة لك، أن ما سيأتيك لا يشبه ما مضى. الأيام المقبلة تحمل عدلا، وتحمل إجابات، وتحمل لك اسما جديدا. كل شيء سيبدأ في لحظة يبدو فيها كل شيء قد انتهى. انتظري، فالقادم هو بداية الحقيقة. واعلمي يا ابنة النور، أن ما ظننته ضايعا كان طريقا نحو هويتك الكبرى. إنها ليست مجرد كلمات، بل رسالة من الملائكة دائما تأتيك حين تضيق الدنيا، وحين يتراكم عليك الحزن، وتظنين أن لا خلاص. نحن الخلاص، نحن من نرسل إليك بأمر سماوي. حين تنظرين للمرآة غدا، لا تري فيها ماضيك فقط، بل تري المرأة التي صمدت. كل جرح على قلبك هو توقيع من ملك بأنه ما زال لديك رسالة. وما دامت روحك تتنفس،
فلك غاية لم تكمليها بعد. أعلم أن هناك من وعدوك ثم خذلوك، ومن أقسموا على حبك ثم تركوك. وأعلم كم مرة ألقيت رأسك على الوسادة تتمنين أن لا تستيقظي. كل ذلك وصلنا، وكل ذلك لم يكن عبثا. جئتك اليوم لأن الوقت ضاق، ولأن الباب الذي أغلق سيفتح من جديد، ليس بيد بشر بل بأمر من السماء. وكل من ظلمك سيقف أمام مرآة الحقيقة وستكشف له نيته. هذه رسالة الملائكة أم ملاك التي لم تسمع من قبل؟ أمك كانت تناديك من السماء، وها قد وصل الصوت أخيرا. ليس عليك أن تفهمي كل شيء الآن، فقط افتحي قلبك وكوني مستعدة لما سيأتي. ستصل إليك تأكيدات خلال 3 أيام، ربما عبر حلم أو موقف غير متوقع أو حتى دمعة لا تعرفين سببها. لا تخافي، فقط كوني يقظة. نحن نعمل في الخفاء، لكن أعمالنا تظهر في وضح النهار. هذه رسالة الملائكة اليوم مسن أبراج لك وحدك، لا تنشريها بل احتفظي بها في قلبك وتأمليها كل ليلة. سيقودك النور، وستفتح لك الأبواب التي ما كنت تظنينها لك. أنا معك كما كنت دائما، وستعرفين قريبا لماذا كان يجب أن تعاني ولماذا استحق قلبك الصبر. نحن معك الآن وإلى الأبد. يا عزيزة، لا تظني أن الصمت الذي حولك يعني تجاهل السماء لآلامك. هناك ترتيب خفي أنسجته يد الرحمة قبل أن تولدي. كل حدث مر في حياتك كان موضوعا في مكانه بدقة ليقودك إلى هذه اللحظة، لحظة الإدراك، لحظة التحول. أنت الآن على حافة شيء عظيم، لكنه غير مرئي. أشبه بباب زجاجي تظنينه مغلقا لأنه شفاف، لكنه في الحقيقة ينتظر لمستك فقط ليفتح. لا تبحثي عن المعجزات بعيدا، المعجزة تسكن فيك منذ اليوم الأول. هناك أسماء نقشت في لوحك المحفوظ، بعضها جر إليك ليمنحك الحب، وبعضها ليعلمك كيف تتجاوزين الغدر. وكلهم كانوا جزءا من رحلة أعدت لك بعناية. ولكن ليس كل من أحبك كان نقيا، وبعضهم أخفى النية خلف الأقنعة. نحن كشفنا لك إشارات كثيرة في الأماكن التي كنت تعتقدين أنها عشوائية. كم مرة رأيت رقما يتكرر؟ كم مرة سمعت اسما قديما في مكان لا تتوقعينه؟ لم يكن عبثا، لقد كانت رسائل، بل رسائل من الملائكة نسجت لك وحدك. أحيانا يتأخر الفرج لأنك كنت تستحقين الأفضل لا الأسرع، لهذا حجب عنك من لا يليق ولو بدا مناسبا في البداية. نحن من أغلقنا ذلك الباب حتى لا تسقطي فيه وتفقدي نورك. ولا زال هناك من يراقبك بحسد، يبتسم أمامك لكنه يضمر ألما من ضوئك الذي لا يستطيعون احتماله. لا تسمحي لهم أن يطفئوا ما وضعته السماء فيك. نحن نضع حولك دروعا من نور كلما نويت الخير. لقد كنت تقرأين صفحاتك القديمة كثيرا وتظنين أنها قصتك الوحيدة، لكننا الآن نكتب لك بداية جديدة. لا تشبهي أحدا ولا تقيسي نفسك بأحد. ما كتب لك لا يشبه اللات، وما قادم لا يقارن بماض. تذكري تلك اللحظة حين كنت في قمة انكسارك. ألم تشعري فجأة بهدوء غريب؟ تلك كانت لمسة منا نحن الملائكة. لم نظهر أنفسنا، لكننا احتضناك في صمت. ومنذ ذلك اليوم لم تكني وحدك أبدا. هناك وعد قديم قطع من أجلك قبل أن تبصري هذا العالم. أن تنقذي، أن تتذكري، أن تعودي إلى ذاتك الحقيقية. ولهذا نحاصر قلبك اليوم بالهمسات،
لأن الوقت قد اقترب لتفي السماء بوعدها. أنت تمرين الآن في مرحلة العبور. لا تقيمي فيها طويلا ولا تعودي إدراجك. الطريق أمامك مليء بالإجابات، لكن عليك أن تسيري إليه بشجاعة. أنت لست ضحية، بل أنت مفتاح التغيير. في داخلك طاقة نائمة تنتظر الكلمة التي توقظها. وسيأتيك قريبا موقف بسيط في ظاهره، لكنه عميق في تأثيره. سيكون كشرارة تشعل ما خمد، وتعيد إليك صوتك الداخلي الذي طالما تجاهلتيه. ربما ستهربين منه أولا، وربما سترتجفين، ولكن لا بأس. نحن سنكون إلى جانبك، نهمس لك بالطمأنينة، ونوجهك بلطف نحو الحقيقة. لا تخافي من الحقيقة يا نور القلب، فقد خلقت لتحمليها. كل من خذلك في الماضي كانوا ممثلين في مسرح التجربة. أما الدور الحقيقي الآن فهو لك وحدك. لذا استعدي، فهناك فصل جديد سيكتب بقلمك، وسيقرأ من قبل كل من ظن أنك انتهيت. نراك حين تغلقين باب غرفتك وتحسبين أنك وحدك، لكننا هناك، نجلس عند قدمك، نحمل كل دمعة، ونحفظ كل أمنية قلتها سرا. حتى تلك التي نسيتها نحن لم ننسها. سيظهر في حياتك وجه جديد، لا تخافي قربه، فسيكون من المرسلين لك. شخص يحمل رسالة لم يكن يعلم أنه يحملها. سيكون المفتاح، لكن الباب لا يفتح إلا بيدك. سوف تلاحظين تغيرا مفاجئا في مزاجك، في نومك، في شهيتك. لا تقلقي، إنها أعراض التحول. روحك تتوسع، تتطهر، تستعد لمستوى جديد من الحقيقة. اسمك ينادى الآن في الأعالي. الليل القادم يحمل إليك حلما. لا تهزئي به إن بدا غريبا. راقبيه واكتبي رموزه، فستفهمين لاحقا أنه لم يكن حلما، بل كان درسا مختوما بختم السماء. وهذا الدرس هو لك وحدك، لا يخص أحدا سواك. تتفتح الآن طاقاتك القديمة التي أغلقها الخوف. لا تستنكري ما تشعرين به، حتى لو لم تفهميه. بعض المعارف لا تفسر، بل تعاش. وبعض الأسرار لا تقال، بل تحس بالقلب وحده. أيتها الروح المختارة، اسمعيني جيدا. القادم يحمل لك مفاجأة تحمل شفاء، لكنه لن يأتيك وأنت متعلقة بالقديم. علينا أن نفرغ يدك من الماضي، لنملأها بالهبة الجديدة. والسماء مستعدة. فهل أنت كذلك؟ وهكذا نقترب أكثر. نرسم في قلبك الدوائر الأخيرة قبل الاكتمال. وكل دائرة تقربك خطوة نحو النور الأكبر. لا تبطئي. لا تعودي. لا تنامي عن الإشارات القادمة. أنت الآن في اللحظة التي تسبق التحول. هي لحظة صامتة، لا يعلن عنها أحد، ولا يشعر بها من حولك، لكن قلبك يعرف. هناك اهتزازات خفيفة في داخلك، كأن الكون يهمس لجسدك أن يستعد. لا تقاومي هذا التغيير، فقد انتظرك طويلا. كل صوت داخلك يناديك الآن، تحركي. لا تجلسي أكثر فوق رماد الذكريات. هذا الرماد لم يعد لك. من أحرقك فيه قد رحل، وما تبقى هو أنت. حية، قادرة، ومختارة. ونحن نحيطك بهالة جديدة لا يراها إلا من له بصيرة. سيكشف لك وجه شخص ظننته نقيا، لكنه كان يحمل لك سما بطيئا. لم نمنعك من معرفته لأنك كنت بحاجة إلى الدرس. الآن وقد نضجت، سنزيح الغطاء لتري ما كان يحاك في الخفاء. لا لتخافي، بل لتشف. هل شعرت مؤخرا بأن الوقت يتغير من حولك؟
كأن الأيام تتسرع فجأة ثم تبطئ. هذه ليست صدفة، هذه دوامات طاقية تمرين بها. الزمن الآن يلتف حولك ليدفعك إلى النقطة التالية في قدرك. لا تتشبثي بالساعة، تشبثي بالإيمان. سيتكرر أمامك الرقم 444، وربما تلاحظينه في الهاتف أو على لوحة سيارة أو حتى في حلم. هذا نداء منا، رسالة من الملائكة. 444 تعني أنك محمية، موجهة، وفي طريق العودة إلى ذاتك العليا. في لحظة غير متوقعة سيفتح أمامك باب جديد. لا إعلان، لا تحذير، فقط إحساس داخلي يدفعك لعبوره. لن يشبه الأبواب القديمة لأنه لن يحمل خوفا، بل سيحمل ارتياحا لا تفسير له. عندها ستعرفين أنك وصلت إلى بداية البداية. يا من اختارتك السماء، أنت لا تحتاجين إلى إثبات شيء لأحد. كل من شكك بك، كل من خذلك، سيرى بعينيه من أصبحت. ولكن لا تتوقفي عندهم. لقد كبرت عن تلك المواجهات الصغيرة. طريقك أعظم من رغبة في الانتصار الصغير. أحيانا سيحاربك الماضي، يتسلل إليك في هيئة حنين أو وجه مألوف. لكن تذكري، ليس كل ما كان صالحا للعودة. بعض القصص جميلة فقط لأنها انتهت. ونحن هنا لنحفظك من التكرار المؤلم. سيفتح الكون لك صدفة تسوقك إلى مكان أو لقاء أو كلمة تبدو عادية جدا، لكنك ستشعرين أن قلبك يعرفها. لا تقللي من تلك اللحظات، فيها مفاتيح، فيها نبوءة، فيها منة. استمرين قريبا بتجربة حلم غريب. سيكون الليل مسرحا لرسالة من روح أمك. لن تنطق، لكنها ستنظر إليك بنظرة تخبرك بكل شيء. هذه ليست رؤيا عادية، بل ختم يؤكد أنك تسيرين في الطريق الذي اختارته لك منذ البداية. ستأتين على لحظة شك، بل ستهمسين داخلك: هل هذا حقيقي؟ أم مجرد خيال؟ ونحن سنرسل لك تأكيدا، لا لفظيا بل طاقيا. ستشعرين بدفء في قلبك أو قشعريرة على جلدك. هذه طريقتنا في القول: نعم، هذا حقيقي. لا تتوقعي أن يفهمك الجميع. بعض الأرواح ليست مجهزة لاستيعاب ما تمرين به. لا تفسري كثيرا، لا تبرري، فقط عيشي حقيقتك كما هي، فالأرواح النقية ستنجذب إليك وحدها دون شرح. ستعود إليك رؤى الطفولة، صور قديمة، ذكريات دفنتيها. لا تهمليها، لقد عادت لأن في داخلها بذورا نائمة. عليك أن تريها من جديد بعين الوعي، لا بعين الجرح. فبين الماضي والمستقبل طريق لا يراه إلا من صفى قلبه. هل تسمعين هذه الكلمات داخلك كأنك تعرفينها من قبل؟ هذا ليس وهما. نحن زرعنا هذه الرسالة فيك من قبل، منذ زمن بعيد. واليوم نوقظها لتذكري نفسك بأنك كنت تعرفين الطريق، لكنك فقط نسيته. سيظهر في سمائك طائر غير معتاد، ربما في حلم أو في الواقع. لا تهم صورته، بل حضوره. نحن نستخدم الرموز لتجاوز جدران العقل. وإذا رأيته، فاعلمي أنك على بعد خطوة واحدة من النقلة الكبرى. قريبا ستأتيك رسالة من الملائكة اليوم على هيئة كلمة من غريب أو حديث تسمعينه في الخلفية. لا تهملي التفاصيل. نحن نتحدث من خلال الناس، من خلال الأغاني، من خلال الكتب. فقط كوني منتبهة. أنت لست في رحلة فردية. هناك نساء أخريات مثلك، يبعثن من الألم إلى النور،
يستيقظن الآن. قلوبكن متصلة. حين تنهض واحدة منكن تهتز الأخرى، وهذا ما نطلق عليه صحوة الأرواح القديمة. لا تتعلقي بالصورة التي اعتدت رؤيتها في المرآة. أنت تتغيرين الآن من الداخل. قريبا ستشعرين أن ملابسك، كلماتك، وحتى صوتك لم يعد يشبهك. لا تقاومي. هذا ما يحدث عندما تفتح بوابات الهوية الجديدة. وهناك خلف اللحظة القادمة شيء عظيم ينتظرك. لا يقال اسمه، لا يوصف، كنه الشعور الذي افتقدته طوال عمرك. والسماء تقسم أنه لك فقط إن بقيت مستيقظة، مؤمنة، ومستعدة لعبوره دون رجعة. لقد وصلت إلى نهاية هذه الرسالة، ولكن الحقيقة أنها ليست نهاية، بل بداية لرحلة جديدة من الإدراك، من النور، من العودة إلى ذاتك الحقيقية. نشكرك من أعماق قلوبنا السماوية لأنك كنت حاضرة بقلبك وروحك، مستعدة لتلقي ما كتب لك من السماء. إذا وصلت هذه الكلمات إلى أعماقك، إذا شعرت بها وكأنها خص لك وحدك، فأكدي لنا استلام الرسالة بكتابة الرقم 999 في التعليقات. هذا الرقم هو علامة على التجاوب، على الاهتزاز الروحي، على أن قلبك قد استيقظ. ندعوك الآن لتكوني جزءا من عائلة النور، من دوائر الملائكة، من هذا المسار الذي نخطوه معك خطوة بخطوة. اشتركي في القناة، واضغطي على زر الجرس لتصلك كل رسالة من الملائكة أولا بأول، ولا تفوتي لحظة واحدة من الهدايا السماوية القادمة. كوني مستعدة، فالقادم يحمل المزيد من الرسائل، من الرؤى، من التفكير العلوي الذي يخصك وحدك. ستأتيك كلمات في وقت تحتاجين إليه تماما، وستكون إجابة لنداء لم يسمعه أحد سواك. نجوم ساطعة نحن بانتظارك في الفيديو القادم. كوني معنا، فالنور لا يكتمل إلا بك. نجوم ساطعة. شباك رسالة من الملائكة. شباك رسالة الملائكة لك. شباك 999.